في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها الجماعي من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، في تحرك يعكس تزايد التوترات السياسية في منطقة الساحل. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان هذه الدول انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في جانفي 2024، مما يعكس تزايد المشاعر المناهضة للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وتم إصدار بيان مشترك عن وزراء خارجية دول الساحل الذي اتهم المنظمة الدولية للفرانكوفونية بأنها أصبحت أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بعد، مشيرين إلى أن المنظمة قد فشلت في دعم الأعضاء في تحقيق أهدافها المشروعة. واتهم البيان المنظمة بتطبيق العقوبات الانتقائية بناء على اعتبارات جيوسياسية، الأمر الذي يعكس استهتارا بسيادة الدول وحقوقها في اتخاذ قراراتها المستقلة. تصرفات جيوسياسية مستفزة. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من التوترات المتزايدة بين الدول الثلاث والمنظمات الدولية التي كانت تقدم الدعم السياسي والاقتصادي لها في وقت سابق. ويرى قادة هذه الدول أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية قد انحرفت عن مسارها المفترض، مفضلين العمل على تعزيز سيادتهم الوطنية والتمسك بمصالح شعوبهم بعيداً عن التدخلات الأجنبية. وفي بيان منفصل أصدرت مالي موقفها الذي جاء فيه: لا يمكن أن تظل مالي عضواً في منظمة تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية التي تضمن سيادة الدولة. وبينما أكدت النيجر في بيانها المقتضب الموجه إلى البعثات الدبلوماسية أنها تتخذ هذا القرار بشكل سيادي من أجل الدفاع عن مصالحها الوطنية. وفيما يخص بوركينا فاسو لم تصدر بيانا رسميا حول الانسحاب، إلا أن المتحدثة باسم المنظمة الدولية للفرانكوفونية أشارت إلى أن البلاد قد اتخذت قراراً مشابهاً لقرار النيجر في الانسحاب. أسباب الانسحاب. يجدر الذكر أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تأسست في عام 1970 ومقرها بباريس الفرنسية، وتضم 93 دولة وحكومة. وتهدف المنظمة إلى تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي، بالإضافة إلى دعم قضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تعمل المنظمة على دعم التعليم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ولكن الدول الثلاث التي قررت الانسحاب لاعتبارها بأن المنظمة فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية في هذه المجالات، خاصة في ظل ما وصفوه بتطبيق معايير مزدوجة في تعاملها مع الأزمات في بلدانهم. واتهمت الدول الثلاث المنظمة بتسييس القضايا التي تهمها، خصوصا في وقت حساس تمر به هذه البلدان نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية. انعكاسات على العلاقات الدولية. يمثل انسحاب هذه الدول من المنظمة الدولية للفرانكوفونية خطوة مهمة في تعزيز تحالفها السياسي والاقتصادي. فالدول الثلاث التي تعد جزءاً من تحالف دول الساحل تسعى إلى تقوية علاقاتها الإقليمية وتطوير استراتيجيات مستقلة بعيداً عن الضغوطات الدولية. وقد يكون لهذا الانسحاب تداعيات كبيرة على العلاقات المستقبلية بين هذه الدول والمنظمات الدولية التي كانت تدعمها في الماضي. ويجدر الذكر بأن هذه الدول تشهد تحولاً ملحوظاً في سياساتها الخارجية، مع تزايد الانفتاح على بدائل أخرى للتعاون، بما في ذلك شراكات مع دول أخرى غير غربية، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.